صباح الفل. كتير مننا ما بيعرفش قيمته الحقيقية، وبيفضل يشتغل يشتغل ويساعد الناس ويعمل خير ويعمل كذا ويعمل كذا، لاعتقاده ان الناس لما يشكروه او يقدموا له مثلا حاجة هو بيحبها فمعنى كده هو يعرف قيمته. ولكن في ملحوظة مهمة جدا 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 لازم تنتبهوا ليها لو انت عايز تعرف قيمتك الحقيقية. قيمتك الحقيقية مش في لبسك، قيمتك الحقيقية مش في شكلك، قيمتك الحقيقية مش في الفلوس اللي عندك ولا الولاد اللي عندك ولا البيوت ولا كل الكلام ده خالص اللي احنا اتربينا عليه. قيمتك الحقيقية هي في ان ربنا سبحانه وتعالى نفخ فيك من روحه وعملك بإيده. دي قيمتك الحقيقية اللي لازم تمسك فيها، ان انت من صنع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض. شوف جمال السماء قد ايه، شوف جمال الارض، شوف جمال البحر، الهواء، الشجر، كل الحاجات دي مرسومة بلوحة عظيمة جميلة بديعة من اله عظيم رحيم. فانت مصنوع زيهم بايد ربنا سبحانه وتعالى. فانت بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى يعني يعني حاجة كبيرة جدا 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 انت مش ممكن تدركها. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه؟ لما خلقك وعملك بايده امر الملائكة انهم يسجدوا لك. الملائكة سجدوا لك لان انت فيك من روح ربنا العظيمة اللي هي ايه؟ اللي هي روح الرحمة، روح التسامح، روح العفو، روح المساعدة، روح اتباع أوامر ربنا سبحانه وتعالى، روح الحب اللا مشروط لكل شيء. لو انت عايز تعرف قيمتك الحقيقية وتمسك فيها، تعرف وتدرك بعقلك ان انت صنع إله عظيم، وبإيد الإله العظيم ده اتخلقت. فخلق لك البصر، وخلق لك السمع، وخلق لك الجسم، وخلق لك النفس، وخلق لك الروح، وخلق لك العقل والإدراك، وخلق لك الشعور عشان تحب وعشان تنبسط في الحياة وعلشان تقدم لربنا وللي حواليك كل الحب والرحمة. ولكن اللي حصل ايه؟ انهم ضحكوا علينا، ضحكوا علينا وقالوا ايه؟ قالوا ان الناس قيمتها في فلوس اللي عندها، الناس قيمتها في البيوت والقصور واللبس الفخم والشهرة وكل الكلام ده. كل الحاجات دي كويسة ومهمة، ولكن لو الحاجات دي كلها موجودة وانت مش عارف قيمتك الحقيقية ما منهاش فايدة. عشان كده تلاقي اغلب المشاهير في اوروبا ولا بره ولا كذا بيلجأوا للانتحار، لانهم مش قادرين يدركوا القيمة الحقيقية اللي فيهم. القيمة دي لازم تطلع للناس، القيمة اللي جواك لازم تطلع من الناس، وهي دي الكنز اللي ربنا حطه في الارض بتاعتك اللي هي جسمك. لازم تفهم الكلام اللي انا بقوله ده كويس يا جماعه، لازم نفهمه وندركه كويس جدا ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من الارض، من التراب، والارض دي مليانه كنوز، مليانه الماظ ومليانه حاجات حلوه قوي. حتى الفحم، حتى الفحم اللي هو اردأ او اقل انواع اللي هي اللي زي ما بنقول الاحجار، لما الفحم ده بيتعرض لضغط شديد 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 جدا 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 بينتج عنه الالماس. فما فيش حاجه في خلق ربنا وحشه، مفيش حاجة في خلق ربنا وحشة، ولكن احنا اللي اتبرمج عقلنا على ان احنا مش كفاية، ان احنا لا لازم نعمل اكتر، لازم ندي اكتر، لازم مش عارفة نعمل ايه، لازم يكون عندنا فلوس عشان نبان في وسط الناس. ولكن قيمتك الحقيقية في اللي وضعه ربنا في قلبك، في رحمتك، في احسانك، في ذكرك، في استغفارك، في صدقاتك، في الحاجات اللي انت بتعملها دي. اذا لو عايز تعرف قيمتك الحقيقيه لازم ترجع تبص للي خلقك عشان تمتد منه، يعني تاخد منه القيمه من ربنا سبحانه وتعالى. لما تاخد قيمتك من الفلوس، الفلوس بتروح. لما تاخد قيمتك من الزوجه او من الزوج او من الولاد، ممكن في اي لحظه يروحوا فتحس نفسك انهارت خلاص. ليه؟ لان انت استمدت قيمتك من الزايل، ما استمدتش قيمتك من الدايم. لازم نفهم النقطة دي كويس، ويكون عندك يقين وقوة عظيمة ان انا مخلوق بايد ربنا سبحانه وتعالى، وانا مخلوق عظيم، وربنا حاطط فيا شيء عظيم، والشيء ده بشكل او باخر ربنا بيحاول يرشدني عليه. ولكن لان انا مشغول في العالم المادي، في الفلوس وفي البيت وفي الولاد، ومش قادرة اكتشف قيمتي الحقيقية عشان اقدر اساعد بيها غيري وادي بيها غيري، وتكون هي سبب مصدر لرزقي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لي في الدنيا وفي الاخرة. اذا
امبارح وانا قاعده بفكر، عماله بفكر بقول يا ربي، يعني الواحد مثلا عمال يعمل وحاسس انه مش كفايه، مش كفايه، عايز يعمل تاني. ليه مش كفايه؟ لانه الانسان عنده توقع انه اللي بيعمله ده هو ده الصح، ولكن الصح الوحيد هو انك تعرف قيمه نفسك، ان ربنا بيحبك بصرف النظر عن اي شيء اخر. لازم تدرك النقطه دي كويس جدا، ان ربنا بيحبك سواء عملت او ما عملتش. انت بتعمل علشان خاطر انت تزكي هذه النفس اللي في البدايه عصت ربنا سبحانه وتعالى وما اتبعتش امر. اذا قيمتك مش في الفلوس، الفلوس مهمه ولكن ليست قيمتك الوحيده في الفلوس. الولاد مهمين ولكن ليست قيمتك الحقيقيه في الولاد. البيت، كل الحاجات دي زينه، خدها وانبسط بيها، ولكن لازم تسعى ان انت تعرف قيمتك الحقيقيه ايه عشان تشتغل عليها وتبدا تعمل الانتاج بتاع الارض دي اللي هو جسمك، اللي يفيد الناس ويفيد غيرك، وتتوسع وتبقى خليفه حقيقي لربنا في الارض. لازم تفهم ان انت نازل هنا عشان تكون خليفه لربنا في الرحمه والتسامح والحب والعطاء. الناس كلها هتخليك ما تعملش كده، الناس كلها اللي حواليك هتخليك ما تعملش كده، هتخليك اكتر كره، هتخليك اكتر غضب، هتخليك طول الوقت قاعد مشغول في فلان وعلان وترتان وده جاب وده سوى وده كذا وكذا، وتنسى نفسك. فلما تنسى نفسك يبقى انت نسيت ربك. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ فالنهارده اللايف حبيت اكلمكم فيه على ازاي تعرف قيمتك وتزودها. قيمتك زي ما قلت لك وهعيدها لك تاني، قيمتك الحقيقيه ان انت من صنع بديع السماوات والارض. هكررها تاني، قيمتك الحقيقيه ان انت من صنع بديع السماوات والارض. ربنا سبحانه وتعالى خلقك بايده الكريمه، وبعدين نفخ فيك من روحه علشان تكون الخليفه ليه في هذه الارض. خليفه في ايه؟ ده الدور بتاعك اللي انت لازم تستكشفه بنفسك. اكتر حاجه بتعصبك من الناس وبتضايقك هي دي ميزتك، لان انت رافضها. يعني ايه؟ يعني انت مش حابب كده، مش حابب ان واحد يضرب واحد، مش حابب ان حد يتعدى على حدود حد، مش حابب ان حد ياخد رزق حد. فده معناه ان انت ممكن يكون عندك عدل، ممكن يكون عندك احسان، ممكن يكون عندك علم زي سيدنا يوسف، بتعرف تعمل الاشياء. فدورك ان انت تستكشف نفسك عشان تقدر تقدم اللي ربنا حطه في ارضك للناس. وزي ما قلت لك وهرجع اعيد لك مليون مره، الفلوس والبيوت وكل الحاجات دي مش هتاخدهم معاك وانت منتقل للعالم الاخر. اللي هتاخده معاك هو اللي انت اكتشفته في نفسك وقدمته لغيرك واتبعت الدايره اللي ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله خلقنا عشانها. انت مخلوق من ايد رب عظيم، لازم يكون عندك القناعه دي، ودايما قول لنفسك كده، لان النفس احنا ساعات يعني زي ما بنقول ايه كده، بنستقلب نفسنا. عرفتوا ازاي يا جماعه؟ يعني احنا ساعات بنستقلب نفسنا، بنقول لا انا ما اقدرش اعمل كده، لا انا مش عارفه ايه، حتى لما اوصل لسن كبير لا خلاص انا المفروض ارتاح وكذا. وانت طول عمرك ولغايه اخر لحظه لازم تفضل تعمل وتستكشف في نفسك وتعمل وتعدل وتعمل وتعدل لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى ياخد امانته وتكون اديت رسالتك في هذه الارض. ولكن اللي بيحصل ايه؟ لان احنا برمج عقلنا انه احنا مش كفايه، فاعتقدنا انه التركيز الاكتر على بره، على الماديات والحاجات دي، ونسينا ان احنا نركز على نفسنا من جوه. ايه الحاجات اللي عايزه تتعدل وايه الحاجات اللي احنا مميزين فيها، ولازم نبدا نشتغل عليها على المميز عشان خاطر نفتح لنفسنا ابواب تانية من الخير ومن الرحمه. وهرجع اقول لك تاني واعيدها لك تاني، اما تحس بالضعف، تحس ان انت ما يعني الدنيا ملطشه معاك، تحس مثلا ان انت كان نفسك في حاجه وما جاتلكش، دايما افتكر انه انا مخلوق من ايد اله عظيم، وربنا اللي هو بديع السماوات والارض قادر انه يحل لي مشكلتي، مش هيسيبني لانه هو خلقني. فلازم ده يكون التفكير بتاعك دايما تفكير انه ربنا سبحانه وتعالى دايما في خير دايم واتصال دايم معاك. ليه انا بقول لكم اللايف ده النهارده؟ لانه في بعض اوقات احنا بيحصل لنا شك في نفسنا، شك ان احنا نشك ان مثلا نشوف في ناس احسن مننا، نشوف كذا نشوف كذا، فنعتقد ان احنا مش كفايه او مش كويسين، فلازم نعمل اكتر نعمل اكتر نعمل اكتر. ونعمل اكتر ديت يعني معناها ان انت بتهلك نفسك، ممكن مش في طريقك اصلا. فلازم تسال ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك انه يا رب دلني وارشدني على الطريق، يا رب الهمني الرشد، العقل للسجود ليك ولامرك، الهمني يا رب نفس مؤمنه ومطمئنه. لازم تدعي وتطلب، لازم تدعي وتطلب. يعني دايما يقول لك ايه؟ يقول لك لما انت تكون شغال في شغل ومثلا وحاسس ان حقك مهضوم مثلا،
فبيقول لك ايه؟ بيقول لك لو حسيت ان حقك مهضوم روح اطلب زيادة راتب بس ما تسرقش، وبعدين في نفس الوقت تعمل ايه؟ تروح تدور على شغل تاني عشان ما حدش ياخد حقك، ده اللي المفروض تعمله. لكن ما تقبلش على نفسك الظلم، ما تقبلش ان انت تكون شغال في شركة وبعدين انت ما تطلبش ويجي حد تاني ياخد راتب احسن منك وتحس بالقهر فتبدا تسرق وتبدا تاخد حق مش حقك. الطلب لازم تطلب، لازم تطلب، وكذلك ولله المثل الاعلى مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عارف انت عايز ايه، وعارف ناقصك ايه، وعارف احتياجاتك ايه، وعارف عيوبك ومميزاتك ايه، ولكن انت اللي مش عارف، وانت اللي مش بتطلب، وانت اللي مش بتسال، لظنك انه كل حاجه هتجيلك كده. مفيش حاجه بتيجي كده، مفيش حاجه بتيجي كده. دي لازم نفهمه وندركه كويس جدا جدا جدا. حتى ستنا مريم لما كانت قاعده تحت الشجره بتولد، ربنا سبحانه وتعالى قال لها هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا اللي هو البلح، وكلي واشربي وقري عينا. يعني ايه؟ يعني انت عليك السعي. كل الانبياء، سيدنا موسى قبل ما يتجلى عليه ربنا سبحانه وتعالى في الجبل الطور، اللي حصل ايه؟ انه قعد فتره كبيره من عمره اساسا بيعمل احسان، ولكن هو مش عارف. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال له يا موسى انني انا الله لا اله الا انا. ولما ربنا وعده وراح له عند جبل الطور. فكل حاجه محتاجه سعي في الدنيا دي. مفيش حاجه اسمها ان الحاجه هتجيلي كده، مفيش حاجه اسمها ان الحاجه هتجيلي كده. لو انا عايز علاقه كويسه مع ربنا لازم اسعى بكل اللي اقدر عليه عشان اعمل علاقه كويسه مع ربنا. لو انا عايز علاقه كويسه مع مراتي لازم اسعى وابذل كل الجهد عشان خاطر اعمل علاقه كويسه مع زوجتي ومع اولادي ومع شغلي ومع 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 ومع, ومع. وكل ما حاولت ان انا احسن من نفسي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان ربنا بيشوف سعي فبيبارك لي في الاشياء اللي حواليا، بدل ما بيسلبها مني واحده واحده، لان انا لا بشكر ولا بطلب، وقاعد كده في دماغي وحاسس نفسي ان انا اله نفسي وشغال مع نفسي كده، وانا متوقع خلاص اصل هو ربنا هيجيب لي. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش صحيح. في حاجات ربنا سبحانه وتعالى بتكون مكتوبه لك فعلا بتيجي من غير ما تطلب، ولكن في حاجات لازم تطلبها ولازم تسعى عليها ولازم تعملها علشان خاطر تجيب. فاذا مهم جدا نفهم قيمتك من اللي خلقك، قيمتك من اللي خلقك. لما انت بتشوف انسان عنده فلوس كتير وعنده بيوت كتير وعنده حاجات حلوه كتير وكذا، تاكد 100% انه يا حاجه من الاتنين، يا اما هو عنده اتصال قوي بربنا سبحانه وتعالى، يا اما هو مش في غفله خالص عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بتجيله عشان ياخدوا اخذة عزيز مقتدر. فالحياه محتاجه منك حاجه مهمه جدا، محتاجه ان انت تعرف قيمه نفسك، وقيمه نفسك مش في اللي عندك، لان اللي عندك ده زايل، اللي عندك بره ده زايل، ولكن قيمتك في اتصالك باللي خلقك، باللي صنعك بايده. هو انت عملتني يا رب وخلقتني، انا ما خلقتش نفسي في هذه الحياه، صح؟ احنا ما خلقناش نفسينا، ولا اخترنا ابونا ولا اخترنا امنا ولا اخترنا اي حاجه، ولكن ربنا هو اللي خلقنا. فينا عيوب لان احنا بشر، احنا مش كاملين، كويس؟ ناقصنا حاجات، بنتمنى حاجات لاننا احنا بشر. فلازم كل الوقت يكون في ذكر للي صنعك، ذكر طلب، ذكر دعاء، ذكر استنجاد، ذكر استغفار. المهم ان انت طول الوقت تكون مستوعب اللي بيجرى جواك والافكار اللي بتجيلك، وتبقى انت شغال مع نفسك. عشان كده انا بقول دايما انه الشغل على من اصعب الحاجات اللي في الحياه انك تشتغل على نفسك. من اصعب الحاجات. ان انت سهل جدا ان انا اعدل اللي بره، سهل جدا اقعد اعدل في ولادي واعدل في جوزي واتنمر عليهم وانتوا كذا وانت ده سهل، ولكن الشغل الحقيقي هو الشغل على نفسك. لانه عشان كده ربنا قال لك وعليكم انفسكم ولا يضركم من ضل. يعني عليك نفسك وبس، عليك ان انت تشتغل على نفسك، تستمد قيمتك من اللي لا بيزول ولا بيفنى، تعرف ان انت صنعته وان هو عاملك بطريقه معينه، وان جوه الارض بتاعتك اللي هي جواك انت في كنز ربنا شايلهولك. لما تستدل عليه، لما تؤمن وتوحد ان هو موجود وان هو مسؤول عنك، وان انت مش مسؤول عن نفسك، انت مسؤول عن نفسك في السعي ان انت تتحسن من هذه النفس، ولكن هو مسؤول انه يلهم نفسك الشقاء او يلهم نفسك زي ما بيقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. عندك الاثنين، الفجور والتقوى، وفي الاثنين انت محتاجه، لان احنا في الاثنين، لان احنا بين الفجور وبين التقوى. فاذا لو انت حاسس ان مالكش قيمه،
دايما فكر نفسك ازاي ماليش قيمه، ازاي ماليش قيمه وانا قيمتي من اللي صنعني، اللي صنعني بايده، اللي حط فيا العين والايد والرجل والبصر والعقل وكل الحاجات الفابلس دي اللي هي مدهشه قوي دي، الحاجات اللي مش في مخلوقات تانية، فيا انا بس كبشر. ازاي انا ماليش قيمه وربنا امر الملائكه انهم يسجدوا ليا عشان روح ربنا العظيمه فيا؟ لازم ادرك قيمه ربنا سبحانه وتعالى، لازم ادرك ده. وللاسف لما بنتحط في تحديات بننسى ده، بننسى قدره ربنا. ولكن مين اللي ما بينساش بقى؟ مين اللي ما بينساش؟ عباد ربنا المخلصين المؤمنين اللي عارفين ربنا بحق، اللي لما بيقع في مشكله او في ازمه زي سيدنا يونس الدنيا كلها اتضلمت عليه وقال لك خلاص ده انا مفيش مفر، ده انا قاعد في بحر، في وسط، في بطن حوت، في مش عارف في يعني مفيش ملجأ خالص، ولكن رجع وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ظلم مين سيدنا يونس؟ ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ لانه اعتقد ان هو من نفسه يقدر يتصرف، واحنا ما نقدرش نتصرف من نفسنا، نقدر نتصرف لما يجي لنا الالهام من ربنا سبحانه وتعالى ويقول لنا نعمل ايه. عشان كده لازم تتأكد ان قيمتك من قيمة اللي خلقك. فأي حد يحاول يقلل من قيمتك او يحاول يشوفك هفأ او يشوفك ان انت ملكش حق او انت ما تطلبش ولا كذا ولا كذا، ده هو الشيطان بعينه، وهو ده الشيطان بعينه، وهيفضل يعمل كده لغايه لما ييأسك من الحياه ومن الدنيا، وترجع في الاخر تقول خلاص انا مش عايز الدنيا دي بكل اللي فيها، ويجي لك بقى حزن واكتئاب وتنطوي على نفسك وتبدا بقى تحس ان انت مالكش قيمه وان كذا وكذا وكذا، وفي الاخر تزهد الدنيا واللي فيها. وربنا مش عايزنا كده، ربنا مش عايزنا كده، ربنا عايزنا دايما شاكرين، دايما حامدين، دايما عندنا صله واتصال بيه، دايما عابدين، دايما صابرين، دايما حتى ولو كفرنا، حتى لو كفرنا، شفتوا؟ حتى لو كفرنا، حتى لو اشركنا، حتى لو عملنا اي شيء نرجع تاني ونسأل ربنا سبحانه وتعالى انه يدينا من قوته. فكان سيدنا ابراهيم دايما يقول، قال لسيدنا محمد لما طلع في رحله الاسراء قال له بلغ امتك السلام وقول لهم انه غراس الجنه لا حول ولا قوه الا بالله. يعني احنا البشر ضعاف، القوه كلها في الله والعطاء كله من الله، فلازم انت تكون على طول مستمد من الله. عارف اللي هو مثلا ايه؟ انا قاعد على الباب مش ماشي كده، انا قاعد على الباب مش ماشي يا رب، انا اديني ده لو في خير ليا يا رب، انا كده يا رب، انا بستغفرك يا رب، انا عملت كذا يا رب، انا غلطت خلاص، انا غلطت، انا بشر كويس، وابدا اصلح وابدا اعرف ان قيمتي من قيمه اللي خلقني. اي حد يحاول يقلل من قيمتي ابص له واضحك. ليه تبص له وتضحك؟ لان هو جاهل، هو بيبص لقيمتك الفلوس اللي عندك او لاولادك او لبيتك او لمدرستك او لشغلك او لهكذا او لهكذا ولا كذا. ولكن الانسان الفطين الذكي فعلا هو اللي يبص لقيمة الإنسان بأخلاقه وبالحاجات اللي بيعملها، زي ما حصل مع سيدنا موسى لما راح سأل الفتاتين. فاللي حصل ايه؟ ان واحده منهم قالت لابوها ايه؟ يا ابويا استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. ها؟ اللي هم دول اللي كانوا عند سيدنا موسى، اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهم له كنز في الارض بتاعته، ان هو كان قوي وكان امين. فعشان كده لما نيجي نختار الناس او نفكر في الناس نفكر في صفاتهم، مش نفكر في اللي عندهم. فرق كبير، لازم نفهم كده، لان الصفات هي ممتدة من ربنا سبحانه وتعالى، ولكن اللي عندك ده ممكن في ثانية يروح، فده زايل. لازم نفهم النقطة دي كويس. فانا النهاردة حبيت اشارككم الانسايت دي او الخاطرة اللي جت على بالي دي، انه قيمة الانسان مش في ابدا في ما يملك، ولكن قيمة الانسان فيما زرع في نفسه وفي ارضه. بتمنى لكم كل السعادة وصباحكم زي الفل.